فوز النادي الاهلي على النادي المصري البورسعيدي بهدفين للا شيء. طيب يا كباتن، القصه انتهت. القصه ما بين الجماهير ولعيبه الاهلي انتهت. القصه اللي اخترعوها اصلا لعيبه الاهلي. لعيبه الاهلي بالاول اتعاملت مع جماهير الاهلي من غير اصول، واللي يزعل من الاصول يبقى ما ترباش عليها. كده جاي لعيبه الاهلي خلاص بقى نقطه من اول السطر. لازم تعرف ان جماهير الاهلي ده اساس اللعبه، وزي ما قال صلاح سليم الله يرحمه، الكرة دي الاهلي ملك لمن صنعوه، واللي صنعوه مين؟ جماهيره. فلازم اي لعيب من الاهلي لازم يحط في اعتباره الاول والاخير احترام جماهير النادي الاهلي. طب كده الموضوع خلص وانتهت. نخش بقى في الماتش النهارده. الاهلي كسب 2-0. طيب انت كاهلاوي عاجبك شكل الاهلي؟ احنا يا جماعه مش هننساق ان الاهلي كسب والقصص دي، لا، في مشاكل كتيره جدا 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 داخل الفريق. بسرعه كده عشان ما اطولش عليكم، ابرز النهارده الفنيات في ماتش المصري النهارده. الاهلي لو تاخد بالك، الاهلي مش عارف يخرج بالكوره خالص. هو مدرسه الاهلي ان العب الطويله والعب على الكوره الثانيه، لا، مش مدرسه الاهلي تماما. الاهلي لازم يعني كده يعرف يطلع بالكوره. من ساعه خروج عبد المنعم من الاهلي والاهلي مش عارف يطلع بالكوره. اللي بيلعبها بامتياز مين؟ علي ماهر. بيطلع بالكوره كويس جدا، بيعرف يتدرج بالكوره ويطلع كويس جدا وبيشكل خطوره على النادي الاهلي بسبب الخروج بالكوره. الاهلي كل كوره الشناوي يلا الكوره الطويله والعب على السكند بول. هي دي مدرسه الاهلي. فالاهلي عنده مشاكل كتيره جدا جدا. النقطه الثانيه مع كولر، لو تاخد بالك برضو معانا، اي مدرب او اي فريق بيلعب الاهلي او بيلعب كولر بالتحديد وبيلعب على الاستحواذ، كولر بيساعده على كده. طب عايز اقول ايه؟ جوميز مدرب الزمالك السابق بيلعب على الاستحواذ، كولر على طول كل ماتشات جوميز، وارجع تاني ارجع تاني كده عيد ماتشات جوميز مع كولر. كل ماتشات جوميز مع كولر بيسيب الكوره للفريق اللي بيستحوذ. فاي فريق بيلعب الاهلي والفريق ده بيلعب على الاستحواذ، حطها كده في اعتبارك مع كولر، بيسيب له الاستحواذ ونلعب احنا تحت الكوره. طب من امتى الاهلي بيلعب كده؟ الاهلي هو اللي المفروض ريتم، هو اللي يمشي، هو اللي يفرض ايقاع لعبه على الماتش، مش يتفرض عليه. فيا جماعه قبل ماتش النهارده انا عارف اللي هيحصل. علي ماهر بيفرض اسلوب لعبه على اي فريق، لكن مش مع الاهلي اللي لازم ينزل هو اللي يفرض اسلوبه على اي حد. لكن كولر اي مدرب بيلعب الاستحواذ، راجع كده معايا، هتلاقيه بيسيب له الكوره. طب هو الاهلي النهارده في احسن حالاته؟ لا. طب النهارده الاهلي كسب ازاي؟ بمهارات فرديه يا ابو الكباتن. تاني، الاهلي كسب النهارده بمهارات فرديه. مهارات فرديه من يحيى عطيه الله فاول، والكره الثانيه انت رايح انفراد باثنين لعيبه امام وقفشه. فالاهلي يا جماعه الفتره الجايه لازم تحصل ثوره في الصفقات، لازم نحصل صفقات لازم. والشناوي ايه يعني ربنا كرم النهارده ان الماتش خلص كده. الشناوي لازم يقعد يا جماعه شويه. لازم نغير بقى، لازم نغير، الدنيا تتغير، لازم نغير. لا ده وقت يا جماعه مصطفى شوبير، ده وقت، شوبير هيغلط، بس شوبير احسن بكتير من الشناوي. الشناوي بجد لازم يقعد شويه، ولازم بقى تعمل روتيشن يا كولر. لازم روتيشن في الفريق يحصل تاني. لكن دلوقتي كده الاهلي شكله وحش جدا جدا. الوحيد النهارده اللي مكوك طول الماتش النهارده مروان عطيه بصراحه، اللي خاف في الاخر مان اوف ذا ماتش. فيا كولر، مش انت في النادي الاهلي هو اللي بيفرض اسلوب لعبه على اي فريق وعلى اي مدرب. لكن اي فريق يلعب استحواذ انا اسيب له الكوره والعب على الكوره الثانيه، لا. الاهلي لازم يرجع تاني يلعب بيلد اب تاني. مش لاقي لعيب زي منعم، اتصرف. لو مش كاف منعم يا عم رجع منعم تاني، ما هو كده اصلا عايز يرجع تاني. لكن يا جماعه مش هنقول الاهلي كسب وخلاص، الاهلي عنده مشاكل فنيه كتير قوي. مبروك يا جماعه النادي الاهلي، وان شاء الله القادم افضل باذن النادي الاهلي. تحياتي.